مفيش قدامنا غير حاجة واحدة بس لازم نعملها، نساعد البلد دي انها تطلع من اللي هي فيه. لا البلد لسه ما ضاعتش. باقي ايه؟ قول لي باقي ايه؟ المقاومة الشعبية. سبق وسلمنا المقاومة الشعبية قبل كده آلاف البنادق. ده كان موقف تاني وموضوع تاني وظروف تانية. ممكن نسلم تاني وبقيادة زكريا محي الدين وهو موجود وياخد معاه شمس بدران. الموقف دلوقتي في فؤاد. انا شايف ان احنا نعزز المقاومة الشعبية دلوقتي في فؤاد وبالذات. تعال معايا يا سيادة المشير، تعال معايا. حاجة بقولها لأول مرة لحد ده اللي كانت صداقته أعز حاجة عندي، دلوقتي هي سبب مأساتي ومأساته ومأساة أمه. أنا هصرحك بيه دلوقتي. أنا قررت أعتزل الحياة العامة لأن دور انتهى وانتهت ثورة يوليو. مفضلش منها غير مبادئ وإنجازات مصيرها في إيد الناس دلوقتي. مش من حقنا بقى بعد اللي حصل إن احنا نعطل طريقهم في تدبير أمورهم بالطريقة اللي هم يختاروها. أنا بفكر في الاستقالة. كانت قدامي المشاعر الفظيعة لا يرجع بيها عساكرنا من سينا. احتمال هو صدام بينهم وبين الجماهير. اللي لسه في صدمة النتائج في معركة احنا ما خدناهاش اصلا. مش فاهم. أنا بقترح رئيس جمهورية مؤقت يقدر يتفادى الصدام بينهم. مسؤول عن الجيش أو وزير الحربية. شمس بدران. ما عادش في مجال لاختراع كلام فاضي بعد ده كله. خلاص المصيبة بقت واضحة زي الشمس. أنا مش عايز أعرف لا عناوين صفحة أولى ولا تانية. ما حدش يكلمني دلوقتي. أنا قلت أيوة يا ريس. محاولة عبور غرب القناة على جسور منقولة. جبت المعلومات دي منين؟ طب خد كلم هيكل. كلم هيكل يا حكيم.
صباح الخير يا سيادة المشير. لا لا أبدا، أشك إن دي تكون معلومات صحيحة. يا سيادة المشير، عبورهم القناة فوق ما تحتمل الموازين الدولية أو فوق ما تحتمل قوتها. إسرائيل لا يمكن تعمل مواجهة وسط المدن عندنا. عموما ده رأيك. معاك الرئيس. اتفضل. يا حكيم، أعتقد كلام هيكل صحيح. انسى بقى الأوهام دي، فكر في اللي أنا قلته لك امبارح. مع السلامة. مرت خسارة عشان تفكيره بعد ما دمر جيشه. أنا مسؤول، مقدرش ألوم نفسي. أحيانا بتمنى نفسي صورة محدش يتصورها. عملت إيه يا هيكل؟ ما نمتش. كانت أسوأ ليلة في حياتي، وأسوأ مهمة قمت بيها من ساعة ما مسكت عليك، إن أكتب بإيدي مسودة خطاب التنحي اللي طلبته مني بالليل. أنا يا ريس عملت مشروع الخطاب، بس قبل ما أقرأ لك في ملاحظة عايز أقولها. حكاية إن الشمس بدران يبقى الرئيس المؤقت للجمهورية ما قدرتش. يعني إيه ما قدرتش؟ ما قدرتش أكتبها. كل ما أحاول أكتبها إيدي ما بتطلعنيش. لابد يا ريس إن عقلي مش مقتنع. وزير الحربية هو الوحيد اللي يمنع تصادم بين الجيش وبين الشعب. بالعكس يا ريس، أولا هو واحد من المسؤولين عن اللي حصل، والمجموعة دي كلها فقدت ثقة الناس خلاص. ثانيا، وجوده ممكن يعمل العكس ويبقى رخصة للقادة المهزومين، يقربنا من الصدام مع الناس بدل ما يعمل العكس. ايوه يا سامي، انا كنت متأكد ان كلامه غير صحيح. شكرا يا سامي. كلام عبد الحكيم مش صحيح. قولي بقى، ايه البديل عندك؟ الأمور كلها ترجع للناس، وخلال الفترة دي يبقى في رئيس مؤقت للبلاد يكون مقبول منهم ويشرف على لملمة الموقف وشظاياه يا ريس. موقف وشظايا؟ انتي هنا يا ماما، انا بدور عليكي. ماما مالك؟ انتي ايه اللي خلاكي تسيبي شغلك وتيجي هنا؟ ماما انتي بتعيطي؟ في حد يسيب شغله في الظروف دي هدى؟ ماما هو في حاجة؟ انا حاسة ان في حاجة غريبة النهاردة، شيء ما يطمنش. يا ماما، بابا قالك حاجة؟ معلش، ما قالش حاجة. معلش. قومي يا هدى، قومي سيبيني لوحدي دلوقتي. يا ماما قومي يا هدى دلوقتي، سيبيني لوحدي. بعد قليل نذيع عليكم بيانا هاما. هيكون ايه اكتر من اللي حصل يا خليل؟ من يوم ما نقلت شقة عماد الدين دي وهي زي ما يكون أدائها مش حلو. خلاص يا اسف، خلاص. خير يا دكتور، هي انك تاخد الدواء اللي معطوه قبل كده، وخصوصا دواء البحر. مش أنا قلت كده برضو؟ أنا قلت كده. تمشي عليه مع الدواء الجديد بالامر. شكرا شكرا يا دكتور، اتفضل. مش هتنسي تجيب الدواء للست العيانة يا أستاذ خليل؟ طب أخلي نادية هي اللي تجيبه؟ بس الحاجة مش عايزاها تفارقها أبدا.
بعد قليل تلتقون مع السيد الرئيس جمال عبد الناصر في حديث إلى الأمة. أيها الإخوة، لقد تعودنا جميعا معا في أوقات النصر وفي أوقات المحنة، في الساعات الحلوة وفي الساعات المرة، أن نجلس معا وأن نتحدث بقلوب مفتوحة وأن نتصارح بالحقائق، مؤمنين أنه عن هذا الطريق وحده نستطيع دائما أن نجد اتجاهنا السليم. ومهما كانت الظروف عصيبة ومهما كان الضوء خافت، لا نستطيع أن نخفي على أنفسنا أننا واجهنا نكسة خطيرة خلال الأيام الأخيرة. نصل الآن إلى نقطة هامة في هذه المكاشفة بسؤال أنفسنا: هو في إيه في التلفزيون؟ هل معنى ذلك أننا لا نتحمل مسؤولية في تبعات هذه النكسة؟ وجمال بيتكلم؟ وأقول لكم بصدق وبرغم أية عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها. ولقد اتخذت قراراً أريدكم جميعاً أن تساعدوني عليه. قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأؤدي واجبي معها كأي مواطن آخر. إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها، وأريد أن يكون واضحا أمامهم: إنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائما بأنها إمبراطورية لعبد الناصر، وليس ذلك صحيحا، لأن أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر وسوف يبقى بعد جمال عبد الناصر. ولقد كنت أقول لكم دائما أن الأمة هي الباقية، وإن أي فرد مهما كان دوره ومهما بلغ اسمه في قضايا وطنه هو أداة لإرادة شعبية، وليس هو صانع هذه الإرادة الشعبية. وتطبيقا لنص المادة 110 من الدستور المؤقت الصادر في شهر مارس سنة 1964، فقد كلفت زميلي وصديقي وأخي زكريا محي الدين بأن يتولى منصب رئيس الجمهورية وأن يعامل بالنصوص الدستورية المقررة لذلك. وبعد هذا القرار فإنني أضع كل ما عندي تحت طوعي وخدمة الظروف الخطيرة التي تجتازها شعوبنا. إنني بذلك لا أصفي الثورة، ولكن الثورة ليست حكرا على جيل واحد من الثوار، وإني لا أعتز باسم هذا الجيل من الثوار. لقد حقق جلاء الاستعمار البريطاني وحقق استقلال مصر، وأريد أن تكون قلوبكم كلها معي. وليكن الله معنا جميعا، أملا في قلوبنا وضياء وهدى. والسلام عليكم ورحمة الله. لا يا جمال، لا لا يا ابن عبد الناصر، جدك في تربته هيرفضها. ارجع يا جمال، ارجع يا ولد عبد الناصر، لازم ترجع، لازم ترجع، لازم ترجع، لازم يا جمال، لازم.
الفيلا محاصرة بآلاف من البشر، معرفش طلعوا منين ولا جوهم ازاي. تقدر تسمع هتافهم من هنا حضرتك يا أستاذ هيكل. رافضين. أنا كنت فاكر امبارح واحنا بنكتب البيان إن أنا لوحدي اللي رافض. لا، الرئيس بالمناسبة آخر أوامره إن مفيش حاجة تعلن أو تذاع إلا بعد الرجوع إليك، وعبد الحكيم عامر مصر على إذاعة بلاغ يخصه. افهمها أنت بقى. المهم هيعمل إيه والناس بتزيد زي بحر من البشر ميته بتعلى؟ أنا مذهول يا أستاذ هيكل، مذهول. اهدى يا سامي. طب هكلمك بعدين، مع السلامة. اديني السيد شعراوي جمعة. ايوه، سامي كان معايا دلوقتي. مش حوالين الجرنان وبس، ده الجلاء كله واللي حواليه، ده الاقاليم كلها، البلد كلها. يعني الموقف ممكن ينفجر في الشارع في اي لحظه. طب ثانيه واحده خليك معايا. الو، انتوا ايه اللي عملتوه فيا ده؟ الناس في الشوارع بتهتف ضدي في الوقت اللي بتطالب فيه برجوع الريس، كأني خاين يا هيكل. انا مش هستنى لما اقابله، انا عايز اصدار بيان تاني باعتذاري عن التكليف ده. انا مستعد استمر بس تحت رئاسته. مش هتقدر تعلنه ولا فايح هيقدر. خلاص انا هقابله الصبح باي شكل، كده مش هيطلع على البلد دي صبح. سياده المشير، انت عايز تعلن استقالتك من جميع مناصبك الساعه 7:30 وانها قبلت. طب مين اللي قبلها؟ اذا كان الراجل اللي من اختصاصه انه يقبل استقالتك اعلن على الناس استقالته الساعه 7، يعني قبل منك بنص ساعه. عموما فكره التخلي دي فكره معروفه. ارجوك يا سياده المشير صيغها بنفسك اختصارا للوقت وابعتها للاذاعه، وانا هتصل بالسيد محمد فايق. اكيد يا ريس وصلك اللي بيحصل في البلد دلوقتي من اسكندريه لاسوان. لا، ومش البلد وبس، العالم العربي كله خرج للشوارع. وعندي تقارير من وكالات الانباء العربيه والعالميه. دي برقيات من المندوبين العرب والافارقه لانفعالهم وبكائهم في اروقه الامم المتحده. وجالي كمان نص البيان اللي اصدره شارل ديجول اللي بيقول فيه: أتمنى أن يتمكن الرئيس جمال عبد الناصر بشجاعته ووطنيته الاستجابة لمشاعر أمته التي تطالبه بالبقاء في موقعه. ومعاه كمان يا ريس نص البيان اللي أصدره مجلس الأمة بيقول: نعم، نطالب الرئيس جمال عبد الناصر بالرجوع عن قراره. أيها الإخوة، إني أعطي هذا الوطن راضيا وفخورا حتى حياتي إلى آخر نفس فيه. فقد قررت أن أبقى في مكاني حتى تنتهي الفترة التي نزيل فيها كل آثار العدوان، ثم يرجع الأمر إلى الشعب لاستفتاء عام. أيديكم معي لنبدأ مهمتنا العاجلة، وليمنحنا الله جميعا تأييده وهداه. أول مرة في حياتي أعرف معنى كلمة عصيب. فعلا كانت ليلة عصيبة. وبرضه ما اتحسمش امره. أظن اتحسن يا صاحبي. يا عم لو كانت حسن كنا سمعناها في كلمته اللي قالها من شويه. يا سيدي ديتها ساعات والنهار يطلع وهنعرف، ولو وصلنا الإجابة على السؤال ده هنعرف هو هيقول إيه. سؤال إيه؟ ليه الناس عملت كده وبالشكل المخيف ده كأنه إعصار أو طوفان؟ تهيألي جمال نفسه ما عندوش رد على السؤال ده. دي مصيبة كبيرة قوي. أنا بيتهيألي اللطمة صحت جواهم غضب وجريزي، صحت جواهم إرادة البقاء عند كل إنسان، حالة تحدي قدام خطر الفناء، وده اللي ضخم إرادتهم خلاها أكبر من حجم الكارثة. متهيألي ده تفسير مظبوط جدا لانفعالهم وإصرارهم على استمرار. وهم هيفضلوا نفسهم مرة واحدة عنه إزاي مهما كان، ومهما كانت عدم مشاركتهم في القرار. هم حسوا إن كل اللي كسبوه من الثورة بقى مستهدف قدامهم، زي ما هو كان مستهدف من زمان. التسليم بالهزيمة، تسليم بضياع كل اللي كسبوه، تسليم بهزيمتهم كوجود وأمة. التمسك بيه ده معناه إن هم متمسكين بالرد كمان. رد؟ واحنا نقدر نرد على كارثة زي دي؟ هنقدر،
وهو كمان هيقدر. انا شايف ان النهارده اتولدت اراده التحدي، ودي فرصته ان يعيد حساباته من اول وجديد علشان نقدر نواجه صح ونبقى قد التحدي ده. ابني ماله؟ انتي مش شفت الغربان في الكابوس؟ بعد الشر عليه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مدروش يا توحيدة، صدقيني الغربان مدروش ياكلوا علينا. الناس مشيت في الضلمة وخدت بإيده ورجعته للنور. ابني جرى يا خالد. شدة وهتزول يا توحيدة، صدقيني شدة وهتزول. مش أنا كنت مرعوب ونزلت الشارع زي المجنون حافي وبصرخ؟ أنا بقول لك دلوقتي شدة وهتزول يا توحيدة، وهو قدها والله جمال قدها. فاكرة يا توحيدة الحاج حسين سلطان لما جه عندنا في الجمالية وقال له اصلب حيلك يا ولد عبد الناصر، انت من صغرك كبير؟ فاكرة يا توحيدة؟ فاكرة، كان بعد موت أمي يا قلبي. سمعته امبارح، سمعته المدير دي وهو بينده عليه في عز الضلمة. بتتكلم عن إيه يا خليل؟ أقسم بالله سمعته يا توحيدة، سمعته. الحاج حسين سلطان بينادي عليه وهو وسط طوفان البشر، وسط الناس اللي خرجوا يقولوا له ارجع ارجع يا جمال ما تتنحاش. سمعت الحاج حسين سلطان يا توحيدة بيقول له اصلب حيلك يا ولد عبد الناصر، اصلب حيلك ما هينكسر أبدا ولا ينكسر أهلك طول ما انت صالب حيلك. صدقيني يا توحيدة شدة هنعديها مهما كان الثمن. أيها الأخوة الأعضاء، إن الرئيس جمال عبد الناصر لا يستطيع الوصول من بيته إلى قاعتنا بمجلس الأمة بسبب الزحام الشديد حول سيارته، وقد أخبرني تليفونياً بأن ألقي على حضراتكم الكلمات التالية لحين وصوله. يقول الرئيس عبد الناصر في رسالته: إنني لا أستطيع إلا أن أمتثل لإرادة الشعب، وسوف أهب هذا الشعب كل قواي حتى النفس الأخير، وسوف أبقى في منصبي حتى يتم تصفية آثار العدوان ويكمل، ولا بد أن نستخلص الدروس مما حدث. الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب. اللي افتكرته موت طلع ميلاد تاني، بداية جديدة يا توحيدة، بداية جديدة ليه ولينا وللبلد كلها. ما تقول لي مستشهد خلاص، وحتى لو أسير قول لي، هو مش زميلكوا برضه؟ أحمد أخويا مش شهيد ولا أسير عنده. طب لما هو مش أسير ولا استشهد، طب هو فين؟ آخر واحد شافه كان ماشي ناحية منطقة الأعراب، والأعراب دول وقفوا معانا وقفة عظيمة في حماية أفراد الجيش. شكلك كده عاوز تريح. صح، صدقني في أمل. راهن معانا كلنا على الأمل يا أحمد، الرهان اللي طلع مصر كلها من بيوتها في الليلة الضلمة. بيراهن على إيه؟ إنها تتصلح بعد ما غرقت؟ عايز يرجع الأحزاب؟ إذا كانت إسرائيل ما خلصتش عليه نهائي، دي بقى هتخلص عليه وعلى كل اللي معاه. طب يورينا هيعملها إزاي؟
وجمال عارف يا مرسي، جمال عارف المسألة مش إعادة بناء القوات المسلحة وبس، لا، والحشد للمعركة كمان. ومجلس الوزراء اعترض على تعديل النظام السياسي من غير ما نزيل آثار العدوان. يبقى أكيد في شيء غلط يا مرسي، أكيد فيه شيء غلط. جمال عرف كويس أوي الناس عايزة منه إيه يوم ما قالوا له ارجع ارجع يا جمال. الحكم على صدقي محمود أو غيره مش هو الأهم عند الطلبة اللي اعتصموا أو اتظاهروا. الطلبة طالبين تغيير حقيقي، مش لازم يفضل الطلب ده متعلق لبعد إزالة آثار العدوان. الاتحاد الاشتراكي هل يفضل ولا نغيره؟ ده طلب حقيقي. إطلاق الحريات، حتمية العلاقة بين الحرية الاجتماعية والسياسية، لأن في جيل جديد عاش الأمل وعاش المحنة، ولازم يكون ده في الاعتبار. ومهما كانت الأولوية لصوت المعركة فده لا نغفله، وهو داعم للمعركة إذا أحسننا التعامل معها، وده هيكون واضح وهيكون في الاعتبار. أنا قلت لك يا مرسي، قلت لك، فاكر؟ قلت لك إني حاسس وعارف. أنا مش فاكر أنت حاسس بإيه ولا عارف إيه. قول لي بس إيه اللي حصل عشان أفهم أنا كمان. هقول لك دلوقتي. ولع الراديو يا ابني، ولعوا عليه. دلوقتي هتسمع وهتفهم. هم أكيد هيعيدوا إذاعة البيان تاني. وقد لخص السيد الرئيس بيانه في التالي: أولاً، حشد كل القوى العسكرية والاقتصادية والفكرية لتحرير الأرض ولتعبئة الجماهير وكل إمكاناتها للتحرير. ثانياً، إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي بالانتخاب من القاعدة في القرية والحي والمصنع حتى اللجنة المركزية العليا. والمؤتمر القومي يقوم بعمل الدستور بطريق الاستفتاء بعد إزالة آثار العدوان، إذ لم يتمكن مجلس الأمة من إنجاز صياغة الدستور. وبالمناسبة انتخاب مجلس الأمة ورئيس الجمهورية يكون وفقاً للدستور الجديد. كل ده ومحدش حاسس باللي هو فيه، لا قلبه مساعده ولا قلب السكر مخليه واقف على رجليه، مع كده شايل الحمل كله ثابت وكأنه جبل من صخر قدامه. حتى حزنه على موت والده محد شافه ولا لمح دمعته غيري. لحد امتى يا جمال؟ لحد امتى هتتحمل؟ لحد امتى؟ وانت ولا ايه اللي منع اجازتك كده مره واحده؟ ده امك جننتني معاها. كنا بنجرب. جربوا ايه؟ لا يابا ما ينفعش اقول. ما ينفعش تقول؟ يلا ده انا لو سالت الريس نفسه هيقول لي، ده اخويا، ما تقول له تخلص بقى. كنا يابا في الفيوم بنجرب حاجه عجيبه. تخيل خط بارليف اللي قالوا ما يهدوش غير القنابل الذريه. ايوه هم قالوا كده. طلع ان احنا ممكن نهد بشويه ميه ونفعت ياما والله. وعارف بقى دي فكره ظابط اكبر مني بشويه كده، تخيل. مفيش فايده. ابوكي حتى المره دي ما سافرش روسيا عشان العلاج، مع انهم قالوا له واكدوا عليه انه محتاج الراحه كامله. الدكتور الصاوي معاه من وقت الازمه الاولانيه يا ماما، وبيتابع الدكتور منصور فايز وزكي الرملي من هنا، وهو منتظم على العلاج. ليه القلق ده كله؟ اما هو منتظم بس مفيش راحه. كلها ساعات ويوصل وتطمني عليه معانا. يوصل على الملفات اللي مستنياه بجسمه وحيل مهدود. قدره، هو اختار ينسحب وهم اتمسكوا بيه. كان صعب يتخلى عنهم وينسى كل اللي عمله عشانهم من زمان ويقول ما اقدرش على الحمل ده خلاص. مين غير جمال عبد الناصر يقدر على الحمل ده؟ صحته ما تهمش حد. تعيضة. نعمين يا حبيبي. معذبة وغالبة.
وصلوش مع أسماء؟ زمانهم جايين في السكة. عارفة مين كان قاعد معايا دلوقتي؟ الحاج حسين سلطان. كان قاعد متقدر وقلقان أوي. قلقان عليه. قلت له خبر إيه يا أبوي؟ ده جمال هز راسه وما قالش ولا كلمة وبص لتحت. قلت له ارفع راسك يا حاج، ارفع راسك يا حاج حسين، ده انت اللي قلت ولد عبد الناصر ده هيرفع راس امه فهيمة. كل اللي ما قدرتش عليه يا جمال والايد مغلولة في وسط الشدة، كل اللي ما قدرتش عليه هتقدر عليه دلوقتي ولازم تعمله. لازم. المحروسة هيفضل عليها العين. محروسة مهياش محروسة من غير حارس. ما تنسيش وصيح على ولادي. قولي لجمال يخلي باله من ولادي. هما اتأخروا كده ليه؟ قابلنا المرة دي لمبادرة روجرز لكسب الوقت مش أكتر، علشان نقدر نستكمل تحريك حائط الصواريخ إلى حافة القناة لتهيئة أرض المعركة للحملة الهجومية اللي احنا هنبدأها أثناء وقف إطلاق النار اللي احنا وقعنا عليه. أما التنسيق مع الدول العربية فبتعترضها بعض العقبات، وخاصة الموقف الأردني تجاه المقاومة الفلسطينية الموجودة على أرضها. أما بالنسبة لسوريا فالوضع مختلف. ايه مالك؟ لا أبدا، وجع رجلي زايد عليا شوية النهاردة. يبقى السكر عالي. انا ملاحظه اليومين دول ان انت بتنهج. جمال، العلاج في روسيا مش جايب نتيجه، انت ما بتريحش نفسك خالص. متقلقيش نفسك زيادة، أنا هبقى كويس والدكتور الصاوي هيجي ويطمنك. طب ما يجي دلوقتي. تحية، ما تهميش نفسك، أنا محتاج أرتاح شوية، وبالليل شوية شغل صغيرين وهنام على طول. برضه يا جمال، برضه. أخبار الولاد إيه؟ خير يا حبيبي، خير. نفسي أشوفهم. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا محمد. اتصل بسامي شرف دلوقتي وخليه يتابع اللي احنا اتفقنا عليه في اجتماع القمة العربية. مصر هتدفع 30,000 والسعودية هتدفع 10 والكويت هتدفع 10، وده بقى لبعثة لجنة الرقابة على تنفيذ الاتفاق. روح يا محمد. حاضر يا فندم، تحت امر سعادتك. الو، صباح الخير يا هيكل، ايه الاخبار؟ السفير البريطاني اتصل يا ريس. هو الحقيقة كان بيتكلم عن الإفراج عن الفدائيين العرب ال7 المحتجزين في ألمانيا الغربية وسويسرا وبريطانيا، ده مقابل الإفراج عن بقية الرهائن من ركاب الطائرة المخطوفة في الأردن. أنا قلت كده يا ريس.
تدخل حضرتك هيحسمها. بس سيادتك محتاج تاخد اجازه بعد اللي حصل ده كله. مين عارف بكرة في ايه لما يجي بكرة. الدكتور الصاوي كان عندي وعمل لي رسم قلب. لا، كل شيء زي ما هو. طب وبالنسبه لوجع رجليك؟ هحط رجليا في ميه دافيه بملح، وده هيخفف الالام ان شاء الله، عشان اقدر اقف عليهم بقى وانا بودع الضيوف في المطار. قول لي يا محمد، ايه رد فعل اسرائيل في الاتفاق اللي حصل بين الاردن والمقاومه؟ طب يا محمد، نكمل كلامنا بعدين. محمد احمد وقف لي عشان نروح المطار. شفت الولاد بره؟ شفتهم. مش هتتغدى؟ انا مش عايز اكل، انا عايز ارتاح يا تحية. طب تعالى انا طالعه معاك فوق يا حبيبي، تعالى. ايه في ايه؟ حاسس بايه؟ لا ابدا، مراسم بس طولت شويه وده اللي تعبني. طب انا هتصل بالدكتور. تحية، انا كلمت محمد احمد وزمانه جاي، وهيجيبوا الدكتور معاه. متقلقيش الاولاد وخلي البنات يروحوا. هدى كانت مضطره تمشي قبل ما انت ترجع. خلاص يا تحية، خليهم يشوفوا حالهم، مفيش داعي للقلق. الدكتور الصاوي وصل يا فندم. خليه يتفضل. سلامتك يا ريس. الله يسلمك يا صاوي. الف سلامه ليك. الله يخليك يا صاوي. واضح انها ناقصه سكر. سكر؟ انا هجيب عصير. يا ريت يا فندم. نشوف اخبار الضغط. اطلب لي بسرعه الدكتور الرملي والدكتور فايز. تحب حضرتك تكلم حد منهم؟ انا ممكن اتصل لك بالدكتور منصور فايز. انا كده هتاخر والرئيس هيحس بقلق. لا ابدا، مفيش تاخير ولا حاجه، ان شاء الله هيرد. اهو رد. الو، ايوه دكتور فايز، مع حضرتك دكتور صاوي. اتفضل. ايوه يا دكتور، الريس تعبان قوي. لا منخفض، النبض سريع وايده بارده. لا 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 لا، ما افتكرش ان ده له علاقه بازمه الشريان الخلفي. عموما انا هشوف لحد ما تيجي انت، وهجيب الاجهزه من هنا. ارجوك يا دكتور بسرعه، واستعجل لدكتور الرملي. جاب نتيجه الحمد لله. يا دكتور صاوي، كنت في المكتب كل ده بتعمل ايه؟ لا ابدا، انا اتصلت بالدكتور فايز، كنت بستشيره في حاجه. هو جاي يا دكتور؟ طمن يا تحية، طمني. هو جاي دلوقتي. دكتور فايز اتفضل، الرئيس فوق بغرفته منتظرك، اتفضل. ان شاء الله خير، كله مطمئن. خير يا دكتور زكي. انا كده اطمنت، ممكن بقى اخرج بره اشرب كوبايه شاي عشان ارتاح واطمنهم. بس الصحبة الحلوة دي كلها هتقلق اللي في البيت. الجلطه المره دي في الشريان الامامي، يعني غير الجلطه بتاعه 69 خالص. لكن نقدر نقول ان احنا وصلنا لنتائج هايله، وهنتفق على الخطوات اللي جايه، بس بعد اذنك يا ريس. ان شاء الله. ما تاخذنيش يعني يا دكتور،
انا ما قصديش اضايق حضرتك ولا حاجه، بس حضرتك ما بتجيش غير لما بيبقى في حاجه كبيره. طب ولو قلت لحضرتك لغايه دلوقتي كل شيء خير، تصدقيني ولا تشمي مني؟ صحيح، يعني هو كويس. وانا كطبيب بسمح لك انك تطلعي لغايه فوق وتطمني عليه. اطلع؟ بس انا خايفه اطلع يعني يضايقوا قلقي. لا، بلغ الريس ان انا طمنتك عليه. ما هو انا خايفه اطمنه يفتكر ان انا مخبيه عنه حاجه. خلاص صدقيني لما نمشي كلنا وبيطلع براحتك تطمني عليه. ايه رايك بقى؟ احسن برضه. الحمد لله، دقات القلب بقت طبيعيه. انت متاكد يا دكتور؟ والضغط بقى طبيعي يا ريس. بس انت يا ريس محتاج اجازه طويله تبعد فيها عن كل شيء. كان نفسي اروح الجبهه قبل الاجازه علشان اشوف ولادنا هناك. اظن في الفتره الجايه يا ريس مش عايزين اي شغل فيه اجهاد. كل ده هيحصل. كل الوزراء هيروحوا على الجبهه عشان يشوفوا اللي بيعملوه ولادنا. بيعملوا شيء حقيقي ومشرف يا دكتور. جماعة النشرة ست تحية، أنا شايف الدكتور منصور فايز كان بيتكلم مع حضرتك. إن شاء الله يكون طمنك. الحمد لله، الحمد لله. استاذ محمد من فضلك انا مش عايزاك تسيب المكتب خالص لو سمحت. حاضر ست تحية، حاضر. ما لقيتش الخبر اللي انا كنت عايز اسمعه. فتحت الراديو وقفلته يا ريس، وده جهد عليك. مفيش داعي لاي مجهود خالص، لازم تستريح. الحمد لله. يا ريس، يا ريس، يا ريس. ايه يا ريس؟ جهاز الصدمات يا ريس، يا ريس، يا ريس، اصحى يا ريس، يا ريس، جهاز الصدمات. فوق يا ريس، فوق. اصحى يا ريس، اصحى، فوق يا ريس، يا ريس. خلاص يا ست تحية، خلاص الرئيس مات، الرئيس مات. جمال كلمني. جمال، جمال انا عايزه اسمع صوتك. جمال، جمال، جمال يا بحر، رد عليا، رد عليا يا حبيبي. ما تسيبنيش لوحدي يا جمال، انا مفيش في الدنيا غيرك. رد عليا يا جمال، ما تمشيش يا جمال، خدني معاك يا جمال. جمال انا عايزه اسمع. سمعني صوتك، سمعني صوتك، سمعني صوتك، سمعني صوتك. انا مش هسمع صوتك تاني. جمال، جمال سمعني صوتك يا جمال، سمعني صوتك يا جمال. سمعني صوتك يا جمال.
وحشني.